يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هعمل لكم القراميط المحمره، اكله صعيديه الناس كلها بتحبها وبنلاقيها كمان في وجه قبلي. احنا عندنا كمان موجود منها في البحر الاحمر، وفي بلاد تانية بيبقى موجوده السمكه دي البطارخ بتاعتها زي ما انتم شايفينها، شكلها حلو قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا على طول هنشوف النظافه وازاي نعملها. اول حاجه عندي انا بشتري السمكه بيكون هو مقطعها، هي بتبقى سمكه طويله شويه وصعبه في التقطيع، فهو بينضفها لي بيقطعها لي، بس انا بوريكم بزياده ازاي ننضفها زياده، لان بيبقى فيها مخاط زي ما انتم شايفينه كده بالسكينه، وببدا ان انا اشيل كل المخاط وبنضف من جوه الخط بتاع السلسله، بيبقى فيها دم، سلسله الظهر في السمكه. والحاجه اللي بلاقيها تخينه شويه بروح قطعها نصين عشان اتاكد انها هتستوي معايا حلو. زي ما انتم شايفين كل اللي نازل ده مخاط، ببدا ان انا انضف حلو قوي. انا طبعا دي تاني مره انضفها، المره الاولانيه برضو كانت منزله كده فبنضفها تاني. بالنسبه للتتبيله معايا شويه من الثوم، جبت الهون بتاعي، لو انت عندك كبه تمام. حطيت كزبره كمان خضراء، وحطيت قرن فلفل اخضر سبايسي، لو انت مش بتحبوه براحتك. حطيت عليه ملح وكزبره ناشفه، وببدا ان انا ادقه. معايا عصره ليمونه. التتبيله دي بتبقى حلوه قوي معاه، هي مش محتاجه اي فزلكه. دي بالنسبه للبطارخ اللي انا طلعتها، بفتحها كده عشان تستوي معايا، وبتبلها من جوه تبقى مملحه. زي ما انتم شايفينه انا نضفته حلو قوي بعد ما خلصت القراميط. انا دعكته حلو بالملح وبالليمون عشان يبقى معايا طعمه حلو. ببدا بمسك كل قطعه وببدا ان انا اتبلها بالثوم زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه لغايه لما اخلص كل الكميه. بعد ما خلصت رحت جايبه شويه من الملح وشويه من الكمون ورشيت عليها تاني. بالنسبه لكفر التحمير معايا كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقه صغيره من الملح، واحط معلقه صغيره من الكمون، وببدا ان انا اقلب وهوريكم ازاي هنحمر معانا. انا هجيب الاول السمكه عندي احطها في الدقيق زي ما انتم شايفين المنظر ده. في ناس بتحط نسبه نشا، بس انا بالنسبه لي انا شايفه ان ده كويس جدا، فببدا احطه كده في الدقيق. وعندي طبق بيبقى فيه ميه، بحطه الاول في الميه وبعدين برجعه تاني للتتبيله عشان يعمل لي كفر مقرمش زي ما انتم هتشوفوه. ما بيشربش زيت، وكمان بيبقى طعمه حلو قوي. حطيته مره تانية في الدقيق بالمنظر ده. بيبقى عندي الطاسه بتاعه تحمير السمك، طاسه مخصوصه عندي، بحطها على النار، بحط فيها كميه زيت كويسه، وببدا ان انا انزل بالسمك عندي بالطريقه دي. شايفين انا دي طاسه انا عاملاها لقريه السمك، بتبقى مخصصه كده. بحط نص عصره الليمونه اللي انا عملتها القشره، بحطها علشان ما تعمليش دخان وتشبر. ده بالنسبه للبطارخ. بجيبها برضو مفروده كده، بحطها في الدقيق، بس مش بنزلها في الميه تاني، يعني بستكفي كده مره واحده بس. برضو بنزل بيها على طول في الصينيه عندي تحمر معايا، بتبقى حلوه خالص. اول ما تحمر على الوشين ببدا اقلبهم، اتاكدوا ان هي استوت حلو. بيطلع معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، مش شارب زيت ومقرمش وطعمه حلو قوي متبل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني في اللي جاي.